الحلقة التاسعة من مسلسل تحت الأرض، كأنها ستكون نقطة تحول كبيرة في مسار الأحداث. بعد التصعيد الذي شهدناه في الحلقات السابقة، أصبح واضحا أن الصراع بين حيدر علي والعصابة لم يعد مجرد انتقام شخصي، بل تحول إلى حرب مفتوحة مع شبكة واسعة من النفوذ والمال. في هذه المرحلة، شخصية حيدر علي ستظهر أكثر قسوة وصلابة، فهو الآن رجل فقد الكثير ولم يعد لديه ما يخسره. ومع ذلك، يبقى ممزقا داخليا بين مشاعره القديمة تجاه جيلان وبين الطريق الدموي الذي اختاره. هذا التناقض سيضيف طبقة جديدة من التوتر، ويجعل قراراته أكثر خطورة. من المتوقع أن نشاهد خيانات جديدة داخل الدائرة القريبة منه، وربما يكشف المسلسل أن بعض من يثق بهم ليسوا أوفياء كما يظن. هذه الخيانات ستزيد من عزلة حيدر، وتدفعه إلى مواجهة العالم بمفرده، وهو ما يعزز الطابع المظلم للعمل. العلاقة مع جيلان ستصل إلى نقطة حرجة، حيث يتضح أن الحب القديم لم ينته، لكنه أصبح مستحيلا بسبب الظروف. هذا الصراع العاطفي سيجعل الأحداث أكثر تعقيدا، ويضيف بعداً إنسانيا إلى القصة، فلا يكون الأمر مجرد مواجهة بين البطل والعصابة، بل صراع داخلي يمزق قلبه. الحلقة التاسعة أيضا قد تكشف أسرارا جديدة عن ماضي العصابة، وربما نكتشف أن الصراع يتجاوز حدود اسطنبول ليشمل شبكة أكبر من المتوقع، وهذا سيضع حيدر أمام تحديات أعظم مما تخيل. من الناحية الدرامية، الحلقة مرشحة لأن تكون مليئة بالمواجهات المباشرة، المشاهد الدموية، والقرارات المصيرية. النهاية غالبا ستكون مفتوحة ومشحونة بالتوتر، تمهيدا لحلقة عاشرة أكثر دموية وخطورة، حيث يصبح الانتقام مرتبطا بالبقاء على قيد الحياة. باختصار، الحلقة التاسعة ستجمع بين الخيانة، المواجهة، والعاطفة المعقدة، لتضع كل شخصية أمام اختبار حقيقي، وتجعل المشاهد متشوقا لمعرفة كيف ستتطور الأحداث في المستقبل.